السلام عليكم. فيديو جديد عنبر 7 ولفة عنبر 7 حول العالم. عندك البوكسنج داي في الدوري الانجليزي، الاهلي في السوبر المصري، وديربي النصر بالاتحاد. فيلا بينا. في البداية بقدم التعازي صديقي محمد هاني في وفاة جده ووالده، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة وما تنساهمش من دعائك. كنت بتفرج على قائمة الدوري التركي بين فنربخشة وجالاتا سراي، وكنت مستني بقى زياش، إيكاردي، زاها، والناحية التانية تزيكو في فنربخشة. وقلت هيبقى ماتش حلو ومعرفش ايه. المهم الماتش خلص، وكنت بتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت جالاتا سراي منزله ريل لايكاردي، وايكاردي واخد كده تحت عينه، وكاتبين ايه بقى؟ فين 26 كاميرا بيقروا الماتش؟ فين اوضه الفار؟ فين عصام عبد الفتاح؟ حكامنا مش نافعين، عايزين حكام من الصين. والاسطوانه دي. ونلاقي واندا مرات ايكاردي منزله، حاطه حته مكياج كده، وجوزي مش عارف ايه وما اعرفش ايه. هم اصلا متطيرين 4-5 مرات، وهي اللي ممشيه من انتر وهي اللي ممشيه من باريس. فالمهم يعني ايه، فقلت انا اتفرجت على ماتش تاني، فين الكلام ده؟ والاقي فابريزيو رومانو منزل وجارد صاعد ضربة جزاء وايكاردي ضرب وما اعرفش ايه. والاقي كومنت لتزيكو تحت كاتب فيه انتوا اللي نادي مخجل، وانتوا اللي مبوظين الدوري التركي، وايكاردي هو اللي ضرب نفسه في العارضه، ومفيش ضربة جزاء ولا اي حاجه. وبس كده. نطير بقى على السعوديه ونشوف الديربي بين الاتحاد والنصر. والماتش ده قدرت احط ايدي على العيوب بتاعت الاتحاد السعودي، واقدر اقول لك دلوقتي الاتحاد السعودي ليه مش بالاداء اللي احنا كنا متوقعينه. الاتحاد السعودي بقى له 5-6 ماتشات هزايم متتاليه، 3-1 من الاهلي، 3-1 من ضمك، 3-1 من الرائد السعودي، 5-2 من النصر السعودي. فانت بتتكلم على ان في مشكله حقيقيه. وهل بقى كانت مشكله نونو سانتو ولا مشكله مارسيلو جلاردو اللي ماسك دلوقتي؟ فانا هقدر اقول لك على الحاجات البسيطه اللي انا شفتها. مشكله الاتحاد السعودي في الماتش ده كانت ايه؟ انه بيلعب 4-3-1-2. طبعا على فكره التشكيله مش محتاج اقولها، بس كان المشكله ان فيها غياب لفيليبي في الدفاع وغياب لحجازي كمان، وبقت التشكيله زي اللي لعبت الاهلي تقريبا. ايه المشكله بقى؟ ان انت في الخطه اللي بتلعب بيها باتنين مهاجمين، خصوصا اتنين مهاجمين زي حمد الله وبنزيما، المشكله ان انت كده الاطراف ما عندكش اطراف. الاطراف بتعتمد على الباكات رايت بتوعك، اي الباكات يعني، وبتعتمد على تقدمات من نص الملعب. طيب ايه المشكله بقى؟ الاتحاد السعودي بيبتدي الماتش بهجوم ويطلع فاتح خطوطه وكل ده، لكن ما بيضغطش عالي. وان انت ما تعملش ضغط عالي بس عامل هاي لاين وبتلعب بالتشكيله اللي هي 4-3-1-2 دي، بتعمل لك ازمات كتير. ليه؟ لان انت لو ما ضغطتش بالكره من الاول، فالفريق التاني لو عنده اطراف، خصوصا لما عندك اطراف زي ساديو ماني وتاليسكا وعندك رونالدو واليكس تيليس باك شمال، هيقرفك. ليه؟ لان انت لما تكون طالع ببنزيما وحمد الله وما بتضغطش، تحتيهم كورنادو، ومطلع كانتي، ومطلع اللي هو اللعيب السعودي في نص الملعب ده يهاجم عشان معاك الكوره، كده مين بقى ورا؟ ومضطر تطلع واحد من الباك رايت والباك ليفت عشان الهجوم. انت عامل كل ده ما بتضغطش عالي. طب ما انت باي باصين 3-4 مرتد عليك الموضوع خلص. فانا مش فاهم الحكمه. المفروض انت لما تلعب بالتشكيله دي لازم حمد الله وبنزيما يضغطوا على الاثنين قلوب الدفاع اللي هم في الحاله دي لابورت واللي جنبه، لازم تضغط عليهم عشان حارس ما يعملش البيلد اب مرتاح، ويبقى كورنادو هو اللي ماسك مع نص الملعب، وكانتي وفابينيو بيضغطوا على الباكات بتوعهم عشان تخلي الحارس بتاعهم يضطر يلعب الطويله. عندك بقى قلوب الدفاع طوال ياخدوا السكند بول، ترجع بالكره تاني. لكن انت مقدم كل دول وما بتعملش ضغط عالي. طب ازاي؟ الملعب فيه كميه فجوات غير طبيعيه. ده غير النقطه الثانيه ان معدل الاعمار السنيه عند الاتحاد السعودي عاليه. ده غير ان الادوار الدفاعيه اللي لعبت نص الملعب اللعيب السعودي وكانتي، وطبعا عندك كده كده كورنادو وبنزيما وحمد الله ما بيرجعوش. فانت عندك اي واحد بيلعبك، يعني سواء الاهلي معلول وحسين الشحات وكهربا كثافه عدديه عن المنطقه دي، عندك النهارده ماني، رونالدو، اليكس تيليس بيضموا على الحته دي مع بروزوفيتش. فانت اي حد بقى بسهوله يخلع عليك كثافه عدديه يروح على الجون على طول. فبالنسبه لي دي المشكله الاكبر اللي حصلت. تاني مشكله
انا بالنسبه لي، ودي بقى حاجه عامه في الدوري السعودي، ولو بصيت على جدول الترتيب هتلاقي الهلال السعودي اول فريق في الدوري. جميل. مين اللي تحتيه؟ النصر. هتلاقي ان في جاب كبير قوي بين الهلال السعودي واي فريق تحتيه. ليه بقى؟ هي دي بالنسبه لي النقطه اللي احنا ما كناش شايفينها في البدايه، وكنا شايفين ان صندوق النقد بيعمل حاجه كويسه وما اعرفش ايه، هو صندوق الاستثمار السعودي يعني كان بيعمل حاجه كويسه، بس فنيا على مردود الفرق مش زي اللي احنا توقعناه. ليه بقى؟ تعال نبص على اخر 6-7 سنين للفرق دي كلها، هنلاقي ان الوحيد اللي تشكيلته مستقره وعنده قوام ثابت حتى لو غير مدربين هو الهلال السعودي. هو اللي كان بيغير في تاتشات، يعني مثلا تلاقي كام سنه كده جوميز مهاجم، جابوا جيوفينكو الايطالي، جابوا ايجالو، وجابوا مش عارف ايه، لكن عندهم شيب للفرقه واضح، بيغير 2-3. زي مثلا الاهلي عندنا في مصر في كده 8-9 لعيبه في الفرقه ثابتين بقالهم فتره، فعامل جيل قوي وثابت. التغيرات فيه منطقيه لان انا بدعم بصفقات فبجيب كواليتي اعلى، فببدل في 1 في 2. حتى الاتحاد السعودي السنه دي هو لما عمل الدعم بتاعه جاب بونو في مركز حارس المرمى. الحارس المرمى ما بيعملش ازمه في التوليفه بين الفرقه. وسافيتش ونيفيز اعتقد دي ابرز الحاجات، لكن الباقي كله لو جيت بصيت البليحي، سالم الدوسري، معرفش ايه، ويمكن اصابه نيمار تكون السبب ان اتحاد الهلال السعودي يبقى اقوى من كده. ليه؟ لان ما حصلش تغييرات كتير، هو سافيتش ونيفيز، ودي حاجات وهم دول الاثنين 3 اللي تحطهم المنظومه تبقى اقوى، لكن المنظومه ثابته. تعال بص بقى بقيه الفرق اكننا بنلعب فوتبول مانجر، اللي هو ايه، يلا هات لي ادعمني ب 200-300 مليون، يلا فور لي الفرقه دي. اولا انت محتاج وقت كبير جدا للاستقرار، ده غير كده انت مشيت مدربين، يعني هات لي النصر وهات لي الاتحاد، هما الاثنين ماشيين مدربين السنه دي. الوحيد فيهم اللي مستقر شويه الاهلي السعودي، بس على الرغم من كده برضه بيخسر، لان انت مغير شكل الفرقه خالص. انت محتاج موسم 2 عشان تبتدي تشتغل. ده غير ان اللعيبه اللي انت جايبها الاجانب دي هم اسامي طبعا على الورق كل حاجه، ولكن خلينا نتكلم الالتزام التكتيكي مش على اعلى، يعني مش على اعلى حاجه برضه. فانا بالنسبه لي دي النقط او دي النقطتين، سواء الاتحاد السعودي نفسه او نقطه عامه على الدوري السعودي، انا بالنسبه لي هي اللي واضحه جدا. نطير على الدوري الانجليزي، وانا اخترت ماتشين، يونايتد واستون فيلا وليفربول وارسنال. نبتدي بيونايتد واستون فيلا، والحقيقه الماتش ده فيه ايجابيات كتير ولكن فيه سلبيه عند الفرقتين كفيله ان هي تضيع الماتش كله. تعال نبتدي باليونايتد. اليونايتد ابتدى بالتشكيل الطبيعي بتاعه، ولكن عمل تغيير في نص الملعب، خلى ماينو جنب اريكسن، واللي يقفل المثلث قدامهم هو برونو فرنانديز. بقيه الفرقه الطبيعيه ما عنديش مشكله. ايه مشكله ثلاثي نص الملعب ده؟ مشكله ثلاثي نص الملعب ده انه عايز الكوره في رجله اكتر وقت ممكن. يعني اريكسن مش تقول له طرد الكوره، ماينو كورته حلو بس لسه شاب صغير مش محتاج ايه، يعني ايه، حطه في ظروف احسن من كده. برونو طبعا عارفين برونو. هي الفكره في ايه؟ ان انت بتلاعب استون فيلا في احسن حالاتها. استون فيلا واخد حبوب الشجاعه، بيلعب كره هجوميه جدا وما عندوش اي مانع انه يهاجمك في الاولد ترافورد. ليه؟ هو كسبان سيتي، كسبان ارسنال، جاي شايفك ان انت اخدت نقطه بالحزق قدام ليفربول، قبليها خسران من بورنموث، قبليها طلعان من التشامبيونز ليج، فاكيد هيجي يهاجمك. وهو اصلا اوناي امري السنه دي عقليته مختلفه شويه، عايز يهاجم، عايز يثبت كورته، عايز يحول كل الملاعب للفيلا بارك. طيب فهنا انت نص الملعب ده ما ينفعش في ماتش زي ده، لان انت عارف ان انت هتطارد الكوره كتير جدا، وانت ما عندكش الشخصيه بتاعت زمان، ما عندكش الهيبه اللي هو ينزل هو اللي يمسك الكوره 45 دقيقه على ملعبه. لا، الكوره بقت يعني ملعب الاولد ترافورد بقى ايه، بقى فيه نديه كبيره جدا مش زي بقيه الملاعب، فطبعا نص الملعب ده مش هينفع في ماتش زي ده. طيب نطير بقى على استون فيلا ونشوف ايه السلبيه اللي كانت عندهم. استون فيلا بيلعب لعب ايه الهجومي وكل حاجه، وعلى عيني وعلى راسي ما عنديش اي مشكله، واستون فيلا لازم يتعمل لها حلقه لوحدها. لكن كانت ايه السلبيه؟ ان انت وانت 0-0 وانت 1-0 وانت 2-0، وبعد ال 2-0 انت يا اوناي امري عامل هاي لاين عالي جدا وما بتضغطش عالي. فاكر لما قلت لك في ماتش الاتحاد والنصر؟ ما هي نفس النقطه، انت ما ينفعش تلعب بهاي لاين من غير ما تضغط عالي. فبسطه شديده جدا طول الماتش، برونو انفرادات لراشفورد، برونو انفرادات لجرناتشو. انت حرفيا شايف ماتش صد رد بالنسبه للمشجعين، ده ماتش حلو،
لكن اللي بيبص ورا التفاصيل الصغيره وبيبص بالعين التحليل في كميه مساحات وكوارث غير طبيعيه، بدليل ان انت طول ما انت قاعد اليونايتد هيرجع، لان استون فيلا مش مدي فرامل. المفروض 2-0 دي تهدي بعدها شويه. انا عارف ان انت هتسمعني دلوقتي تقول يا عم انت متناقض، ما لو كان رجع وكان خسر كنت هتقول ليه اوناي امني ما كملش. في عقل، في هدوء، انا لازم اقفل الشوط الاولاني وانا اهدي الريتم بقى شويه، مش سايب المساحات. انا عارف ان الجون داخل في الشوط الثاني، ولكن استون فيلا رافع الريتم بلا اي مبرر. فاكر لما قلت لك على جوارديولا انه رافع الريتم الماتش بدون اي داعي وبيعمل مجهود اكبر من الماتش اللي محتاجه؟ انا بالنسبه لي كانت مشكله استون فيلا رافع الريتم وعامل مجهود لا يناسب المباراه. ما انت جبت ال 2-0 ليه رافع المساحات ورافع الريتم كده بدون اي مبرر؟ وفي الاخر جارناتشو ينقذ مانشستر يونايتد ونطير بقى على ليفربول وارسنال. نطير بقى على ماتش ليفربول وارسنال. وانا بالنسبه لي ليفربول وارسنال في نقطه بسيطه، لانه شبه ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد شويه، نفس الطريقه على الانفيلد. ليفربول ولا ماسك الكره اكتر، الفريق اللي قدامك بيقفل مساحات، فشويه في تشابه. فانا مش عايز اتكلم كتير في الماتش ده، ولكن هي نقطه بالنسبه لي في ارتيتا وبالنسبه لكلوب. مش ملاحظين ان انتوا بتضيعوا نقط على الفاضي؟ وفي غول جاي اسمه سيتي كسب ايفرتون 3-1 على ملعبه من غير هالاند من غير دي بروين واتصاب له ستونز وما اعرفش ايه. ده غير ان احنا جايين في حاجه مختلفه السنه دي، في كاس افريقيا وفي اسيا، يعني في ناس كتير هتطير مره واحده من الدوري. فانت بتتكلم على ان ايه ماتش زي ده. انا بتكلم بقى دلوقتي ليفربول ماتشين على انفيلد ورا بعض ضيع نقط، انا شايف انه ملوش مبرر. هتقول لي ما اصل الاثنين لعبوا بيدفعوا والاثنين ما اعرفش ايه. دول ماتشين على ملعبك، انا بالنسبه لي اقلها حاجه 4 نقط، اقلها حاجه. لان انت تضييع النقط ده اولا مش في مصلحتك، لان انت عندك اندو وصلاح مش هيلعبوا معاك في يناير، دي مشكله كبيره جدا. طيب تاني حاجه بقى، مشكلتي في ارتيتا ايه في الماتش ده؟ مشكلتي هي ان انت الشوط الثاني طبعا في كواليتي، في فرق كواليتي بين ارسنال ويونايتد كتير جدا، وده شفناه في الشوط الاول في الماتش ده. ليفربول ارسنال عمل خطوره على ليفربول في الانفيلد اكيد اكتر بكتير من مانشستر يونايتد. ولكن الشوط الثاني ليه التراجع المميت ده؟ هل انت خلاص استريحت للنقطه؟ حبيت ان النقطه، طب لو كنت خطفت؟ وده الماتش اللي ضيع عليك الدوري الموسم اللي فات. لو انت فاكر كان 2-2، كنت انت كسبان 2-0 والتراجع بتاعك كلفك 2-2. فايه الفرق بين الموسم اللي فات والموسم ده؟ فين التطور؟ طيب اخر نقطه بقى، نقطة زينشينكو. ماتش زي ده انت حاطط زينشينكو على افتراض انك هتهاجم مثلا، ما هاجمتش، اسحبه في الشوط الثاني. عمل كمية كوارث الشوط الاولاني، ده هجمة صلاح بسببه، كل حاجة بتحصل في الماتش بسبب زينشينكو، مسحبه. يعني انا ما فهمتش بصراحة. فالماتش ده انا بالنسبة لي ارتيتا حسيت ان هو ايه، ارتيتا عامل موسم كويس، ارتيتا كسبان السيتي، كل الكلام ده جميل، بس انا بالنسبة لي التطور اشوفه في ماتش زي ده، في ماتش انا شفته بالكربون الموسم اللي فات. فده كان بالنسبه لي بتطور. لكن انا بالنسبه لي ما شفتش تطور، انا التطور اللي شفته هو تطور في الكواليتي. ازاي؟ اني شفت ديكلان رايس عالمي، هو وبيلينجهام بيتنافسوا على احسن صفقه الموسم ده. نطير بقى على الامارات ونشوف ماتش الاهلي وفيوتشر. الحقيقه الماتش ده عجيب والكلام عليه صعب. ليه؟ لان حصل فيه حاجات عكس بعض وحاجات مش منطقيه، اللي هو ايه، انا مش عارف ابررها لك ازاي، او انا مش عارف اشرح لك اللي حصل ده ازاي، خصوصا بعد الدقيقه 60. لان انت من الدقيقه 1 للدقيقه 60 انت عامل ماتش واداء عالمي، بتكلم على الاهلي يعني. وقدام الناحيه الثانيه فيوتشر هو طبيعي نازل جاي من ماتش بيراميدز، لاعب 17 ضربه جزاء وكان عامل ماتش عالمي. فطبيعي فيوتشر مش هتلاقيه بريتم عالي او مش هتلاقيه بنسق عالي، بس طبعا اكيد بمدربه اللي فجاه صاحب مورينيو وكان كشاف ريال مدريد وما اعرفش ايه، ويقطع المؤتمر الصحفي عشان يرد على مورينيو وما اعرفش ايه والكلام ده كله. فكان طبيعي فيوتشر واقف وقفته، بس طبعا في التزام طبعا وبيلعب على نهائي. طبعا جت الدقيقه 11 لكورنر، جنش طلع غلط، كهربا يحط هيد، وكهربا حظه الحلو انه كان واقف مع الباك الشمال اللي هو انا مش عارف اسمه بصراحه، بس الباك الشمال اللي هو كان بتاع الجونه والكلام ده. الباك الشمال ده مشكلته ان هو هجوميا حلو قوي بس دفاعيا مفيش، صفر. فكان واقف هو مع كهربا وجنش كمان طلع غلط، فكهربا حط جون، ف1-0 للاهلي. قلنا ماشي، الاداء ابتدى يحلو وكعوب وما اعرفش ايه والشحات وانفرادات لمعلول وانفرادات ما اعرفش ايه، وعاملين حاسين الماتش خلاص سهل. جه بعد شويه الجون الثاني من كام لعبه حلوين والشحات بيحطها وجنش اعتقد ده خروج خاطئ،
طبعا انا مش خبير في حراسه المرمى، ولكن حاسس ان اخوه خاطئ، ان حاسس ان شحات الكوره متطرفه، هو سهلها عليه قوي. بس الشوط الاول خلص 2-0، فخلاص الدنيا كانت مستريحه وكعوب وجمهور الاهلي فرحان وما اعرفش ايه. فجاه حسين الشحات وامام عاشور طلبوا التغيير، فبعد كده ابتدى بقى ينزل موديست وابتدى ينزل طاهر، وخرج كمان تاو وكهربا، فالريتم بقى قل. خلاص اللعيبه اللي كانت عندك خطر قدام كلهم خرجوا، وخلاص 2-0 الموضوع خلصان مفيش اي حاجه. هوبا في الدقيقه 75 نلاقي بيلد اب كده بلعيبه الاهلي، وعبد المنعم يدي لشوبير، شوبير يجي له لاج ويتاخر كده، يروح عمر السعيد داخل حط الكوره في الجون 2-1. برده ما كانش فيه خطر قوي، بتحس ان احنا ما اهتمناش برده، اللي هو عادي. بعد كده الماتش كمل ما اعرفش ايه، يروح مدرب فيوتشر ده يروح منزل لك محمد محمود عشان ينصب بيه اللعب ويمسك بيه كوره وما اعرفش ايه، وبصراحه نزل عمل شويه حلوين بصراحه. يعني ده برده يخلينا نحط نظره اللعيبه اللي مشيت من الاهلي. قندوسي لسه جايب جون في بيراميدز الصبح وعامل اداء هايل. في كام لعيب مشيوا من الاهلي بصراحه لازم نبص عليهم، ده غير طبعا فرصه ريان، ده بما ان جبنا سيد كليوباترا في فرصه ريان الصبح اخر ضحك يعني. فمحمد محمود نزل خد الكوره شاط خبطت في كوكو دخل الجون. طبعا دي بقى الجون ده لا يسال عنه شوبير، ولكن طبعا يسال عن اللي قبليها. فجاه 2-2 طبعا بقى ابتدى الارهاق البدني، وبتاع ان لعيبه الاهلي اللي نازله مش زي اللي خرجوا، وطبعا مودست مش عايزين نتكلم. وفجاه دخلنا اكسترا تايم، لقيت بقى علام بيقول اكسترا تايم، وما اعرفش اشمعنى ده اكسترا تايم ونص النهائي مش اكسترا تايم، مش فاهم. بس المهم دخلنا اكسترا تايم، اول ربع ساعه عدوا مفيش اي حاجه، خلاص فيوتشر رجع ورا بيلعب على الكونترات ومفيش اي حاجه. جينا بقى الشوط الثاني اللي هو الاضافي الثاني اللي هو الشوط الرابع يعني، لقينا خلاص تحس ان الماتش راح ضربات جزاء. فجاه عرضيه من معلول، هوبا موديس بيحط سبحان الله حطها و3-2، وهنا انتهت الموضوع وانتهت القصه. وبعدها كريم فؤاد يحط الرابع، وبروك كل جماهير الاهلي هارد لاك لفيوتشر، عملوا بطوله حلوه. تخيل كان كسبوا بيراميدز وكسبوا الاهلي وكسبوا السوبر في الاخر، كان هيبقى مشروع كويس ان هم كسبوا كاس الرابطه قبل كده. فبصراحه هارد لاك لفيوتشر. وبس كده، يا رب الفيديو يعجبكم، ويلا سلام.